طعم العزبي، ويمكن العزبي هو الوحيد الحقيقه اللي بيبيعه، وهي العلبه اهي مكتوب عليها 12 جنيه. هنستخدمه بقى يا جماعه زي ما احنا قلنا مره كل 10 ايام او مره كل 15 يوم، مش اكتر من كده. وبعد كده بعد ساعه ونص، ساعتين، 3 اوكي. طبعا الحد الادنى ان احنا نسيبه من ساعه ونص لحد ساعتين او 3 4 مفيش مشكله، ونشطف بميه فقط. عايزه تحبي حضرتك تخشي تاخدي شاور تاني، كل بنوته او هنوم عايز تاخد شاور تاني تاخد، ما عندناش اي مشكله خالص. وعلى كده في ناس بقى هتقولي طب هيبتدي يقشر امتى؟ طبعا الجلد يا جماعه في جلد بيستجيب بسرعه جدا وجلد ما بيستجيبش بسرعه. عموما التقشير هنحصل عليه في خلال من اسبوع ل 10 ايام، هتلاقي الجلد من نفسه بيقشر. طبعا مش عايزه البنوتات والهنومات نقعد نلعب كده وكأننا جايين من المصيف ونبتدي نقعد نقشر في الجلد، احنا مش عايزين نعمل الكلام ده خالص، بالعكس هو هيتقشر لوحده مفيش اي مشكله. مين بقى اللي يبتدي يستخدم الكلام ده؟ اول حاجه اللي لو انا طبعا في ناس هتقولي طب انا بيضه، طب انا سمراء، طب انا خمريه. البنوته السمراء شويه او البيضه، كل انواع الالوان، يعني انا بشرتي فاتحه غامقه، مش ده اللي انا مرتبطه بيه. اللي انا مرتبطه بيه هو اللي انا لما اجي استخدم TCA انا محتاجه فعلا اقشر بشرتي. مين اللي بيكون محتاج يقشر بشرته وعايز يحصل على طبقه جديده نقيه؟ والجلد طبعا زي ما انتم عارفين بيتغير كل 28 يوم. لو انا بقالي فتره من الزمن ما بعملش ماسكات، ما بعملش مصنفرات، مهمله في نفسي، مش بعمل اي حاجه تجدد الخلايا، ويكون يا ريت بعد فتره البيريد بعديها على طول ممكن اخد شاور واعمل ازاله للشعر سويد او العجائن الطبيعيه بتاعتنا اللي بيبقى عليها اضافات زي نبات الصاد والحاجات اللي انتم فاكرينها والحلقات موجوده، وابتدي اعمل بعد ازاله السويد. ابتدي بس بعد ازاله السويد بيومين 3 4 يكون الجلد مش ملتهب ومرتاح تماما. وعايزه اقول بالمناسبه من الحاجات الحلوه جدا لو انا حد بيعمل سويد وجلده بيلتهب، ممكن يحط شويه نشا في بداره ويبدر على الجلد كده مفيش مشكله، وان شاء الله بعون رب العالمين وهو شغال الجلد بيمتص النشا بسهوله جدا، فهيعمل لي حاله هدوء الجلد، يعني مخلي الجلد ما يلتهبش. ادي واحد. ولكن نرجع للTCA بقى اللي انا هستخدمه البنوتات والهنومات. اول حاجه مش مرتبط بدرجه لون بشره بالمره، مش مرتبط بعمر، يعني مش 30 40 50 25، ولكن البنوتات عندها 16 و17 ابدا ما يستخدموش، يعني السن الصغير ده بدايه من 23 25. فاللي هتستخدمه التي لا تعتني ببشرتها، واعتقد يعني الجمهور بس مش هيبقى محتاج لده قوي، الحمد لله كلكم بتعملوا ماسكات وما شاء الله. او انت بقى عندك مناسبه او فرح، ممكن هيتحط على بشره الجسم بالكامل. عايزه اقول حاجه وباكد عليها، الTCA اللي احنا هنستخدمه محدش يبتدي يستخدمه ويحطه على بشره وشه بالمره. اقول تاني، محدش يبتدي يستخدم الTCA على وشه بالمره لحد انا ما اقول ان احنا ان شاء الله الحلقه دي هنعمل TCA على البشره، لان هجيب لكم موديلز وهنتابع معاها حلقه بحلقه هي وصلت لايه وازاي وعمل ايه. ولو بستخدمه على بشره الوش طبعا مستحيل احطه لا فوق العين ولا تحت العين، مستحيل احطه لا فوق العين ولا تحت العين. الTCA ما بيتحطش لا فوق العين ولا تحت العين ابدا، وببعد عن منطقه العيون بالكامل، ممكن على الجبهه بطريقه. فعشان كده بقول بليز 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 ما حدش يستخدمه على بشره الوش خالص لحد انا بعد اذنكم ما نعمل الحلقه بتاعه الوش في الTCA. لكن ممكن نستخدمه على الايد بالكامل، على الرجل كلها، منطقه تحت الباط، منطقه البكيني برده ما حدش يستخدم. وليه بقى انا بقول كده؟ لان انت لما تستخدمي اول مره وتشوفي طريقه تقشير الجلد وتجربي جلد حضرتك هتبقي انت عارفه الفاعليه، مدى فاعليته عامله ازاي. فلما نيجي بقى نحطه في اي مكان تاني هنبقى احنا فاهمين نوعيه جلدنا. باكد هنستخدم الTCA 10% على البشرات التي لا تعتني او عندي مناسبه وعايزه احصل على طبقه جديده من الجلد فوق العين وتحت العين لا خالص، مش هنستخدم للوش. شوفوا انا بعيد كم مره، منطقه تحت الباط ممكن، الايد بالكامل، الرجلين من اولها لاخرها مفيش اي مشكله، من خط البكيني لا خالص. بعد الفاصل نجري عشان احنا خدنا وقت طويل، عندنا صابون وعندنا ماسكات وحاجات هتفتح البشره في 10 دقائق.